حبايبي طلاب سينيور 1 عاملين ايه؟ النهارده هنحل مع بعض الاسسمنت بتاع ويك 10. ما تنساش تتفرج على ويك 9 اللي انا لسه حله، واكيد ان شاء الله ان انت تكون معايا وفهمت منه وهتفهم معايا اكتر كمان في ويك 10، وهنزل لك باقي الويكس. بلس ما تنساش ان انت تخش على قناه التليجرام اللي انا سايبها لك في الديسكربشن، فاعمل لك مراجعه فيها الملخص وفيها المفيد ومن الاخر فيها الزتونه. عايزك كل اللي انت تعمله ان انت تركز معايا فيها، شايك واقلامك وحركاتك زي ما قلت لك الفيديو اللي فات، وهقول لك كل فيديو كده لغايه ما نجيب الفول مارك مع بعض. يلا بينا نشوف ويك 10 بيقول ايه. يلا بينا نشوف اول سؤال مع بعض سريعا كده، وبالمره نراجع على معلوماتنا وما تقلقش في وقت زي ما قلت لك. خلاص عايزك بس تشغل الترمس عشان يبقى احلى مسا. يلا بينا نشوف اول سؤال بيقول لك ايه. اول سؤال عندي بيقول لي plants grown in compacted soil have difficulty obtain للووتر والنيوترينز. ليه؟ هقول لحضرتك طبيعي، ما هو انا دلوقتي لما استعمل هيفي اجريكلتشر ماشين تمشي على السويل فتدوس عليها شبه ما المنهج كده دايس على وشك، خلاص، فبالتالي هيبقى عندي صعوبه في عده حاجات. طيب اول حاجه هتتكون عندي او هتحصل عندي ان السويل دي تبقى كومباكتد. يعني ايه كومباكتد؟ يعني تتضغط. فلما تتضغط ايه اللي يحصل؟ اول حاجه هتحصل عندي ان البور سبيسز اللي موجوده في السويل تبدا تقل. خلاص السبيسز تبدا تقل، فبالتالي صعب ان يكون عندي ووتر او اير او نيوترينز داخل ليها. طب الحاجه الثانيه زي ما قلت لك برضو ان هيبقى عندي difficult absorbed للايه؟ للووتر والاير والنيوترينز. طب الحاجه الثالثه قال لحضرتك ان انا عندي بتتكون طبقه صلبه متحجره تحت سطح اللاير دي، بتمنع برضو مرور برضو الووتر والاير والايه والنيوترينز. طب لما يحصل الحاجات دي كلها ايه كمان اللي يحصل؟ قال لك يؤدي لي ان انا يصبح عندي في مشكله في الجروث بتاعت الروت، فتؤدي لي ان انا يبقى عندي بلانت ان هيلث. خلاص تعالى واحده واحده كده نشوف هنكتبها ازاي. قال لحضرتك اول حاجه عندي ان انا عندي ايه؟ قال لك difficult to absorb ايه يا معلم؟ الووتر، وايه كمان؟ والنيوترينز. طب وايه كمان؟ قال لك والاير. خلاص طيب ده هيؤدي لايه؟ قال لك هيؤدي عندي الرقم 2 ان يحصل عندي petrified hard layers formed under مين؟ السويل لاير. خلاص طيب رقم 3 يحصل عندي ايه؟ قال لك هندرنج. استنى كده عشان ايه تبقى شايف الدنيا تبقى ماشيه ازاي. بص هنكتبها هنا، نكتبها في رقم 3، لان بالمناسبه برضو تعالى بالمره كده واحنا بنكتب الاجابه نحل السؤال رقم 3 سوري رقم 2. رقم 2 عندي بيقول لك ايه؟ بيقول لحضرتك ان انا عندي plant grown in compacted soil have unhealthy grown. ما هي طبيعي. خلاص ما انا لسه قايل لك اهو هيحصل عندي رقم 3 هتكتب له طبعا نفس الاجابه اللي فوق، ان انا عندي ايه؟ ان انا عندي والله بستخدم هيفي اجريكلتشر ماشين بتعمل لي عندي كومباكتد سويل اللي بتخلي عندي ديفيكالت تو ابزورب الووتر والنيوترينز والاير، وكمان بتتكون عندي بيتريفايد هارد لاير فورمد اندر سويل لاير، وكمان رقم 3 بيحصل عندي هندرنج ليه يا معلم؟ قال لك للجروس اوف روت، فتأدي لي عندي ان انا يبقى عندي ان هيلث جروث. صعب الكلام. طب بص كده على سؤال رقم 3 بيقول ايه؟ بيقول لك عندي في سؤال رقم 3 plant grown in compacted soil have poor crop yield. نفس القصه هنا هتكتب له نفس الاجابه، ان انا والله بستخدم عندي heavy agriculture machine بتبدا ان هي تعمل compacted soil او compact السويل تضغط عليها فتخليها عندي compacted مضغوطه، فبالتالي انا بواجه ان انا يبقى عندي difficult absorb او ان انا بواجه عندي يبقى عندي difficult absorb للووتر والاير والنيوترينز، فيؤدي لي ان انا عندي petrified hard layer formed under ايه؟ soil layer، فيؤدي لي ان انا عندي hindering growth fruits. ما الروتس مش هتقدر ان هي تاخد النيوترينز بتاعتها ولا الايه؟ الووتر اللي هتساعدها ان هي تجروث هيلثي. في مشكله؟ تعالى يلا بينا في السؤال اللي بعده. the salinity of soil مالها؟ بيقول لك increase due to fluid irrigation. هي ايه الفلود irrigation دي يا عم اكرم؟ قال لك الفلود irrigation دي اللي هي الري بالغمر. فلود irrigation دي بالنسبه لي اللي هي الري بالغمر.
واخد بالك انت ازاي؟ تفضل تدي ايه؟ ميه كتير كده. قال لك السالينيتي مالها بتاعت السويل بتنكريز due to repeated irrigation للسويل اوفر تايم. واحده واحده نمسك الموضوع ده. البلانت عندي خلاص، ادي عندي بلانت ايه، عندها جذور ايه، ماشي. انا ما بعرفش ارسم قوي بس يعني خليك معايا. انا عندي بلانت الشقيه دي خلاص، بتاخد الووتر بتاعها، مصدر الووتر بتاعها منين؟ من حاجات كتير قوي، من الرين ومن الاندر جراوند ووتر وحاجات كتير قوي. طيب خلينا نمسك واحده واحده. لو انا دلوقتي قلت لك ان انا عندي البلانت دي بتاخد من الجراوند ووتر، خلاص عندي الجراوند ووتر اهي، خلاص بتاخد منها ايه؟ الميه، ماشي. وكمان انا بعمل لها اللي هو فلود irrigation، خلاص. ايه اللي يحصل عندي؟ قال لك بص يا سيدي، مبدئيا كده اللي لازم تعرفه عن الووتر ان الووتر فيها سواء كانت اندر جراوند او من الفلودد irrigation عندي بيكون فيها نسبه من السولت، يكون فيها نسبه من السولت. طيب هل البلانت بيحتاج السولت ده كله؟ لا طبعا. البلانت كل فكرته ان هو بياخد الميه اللي محتاجها، ماشي، ويبدا يعمل ايه؟ يسيب السولت ده، السولت ده يبدا يسيبه على جنب، مش محتاجه. فايه اللي يحصل عندي؟ انا عندي الووتر بيخش في السويل فيحصل للسولت سيب او ذوبان، يحصل للسولت ده سيب، يبدا البلانت ياخد اللي محتاجه من السولت ويسيب الباقي. وبالمناسبه هو بياخد سمول اماونت من السولت. حلو الكلام؟ هو الراجل ده بياخد سمول اماونت بس من السولت والباقي بيسيبه. طب لما يقعد يسيبه وانا اقعد اعمل ريبيتد للإريجيشن بتاع السويل ده، خلاص اقعد اديله ميه كتير وهو ياخد كمان من جراوند ووتر كتير ويبدا يسيب سويل، يبدا يحصل عندي عمليه ان هي يحصل عندي accumulation، يحصل عندي accumulation للسولت، يحصل عندي accumulation للسولت، فيحصل عندي عمليه اسمها، ركز معايا، salinization. هي ايه عمليه السالينايزيشن دي؟ يعني ايه مش فاهم؟ قال لك السالينايزيشن دي عمليه بيحصل فيها increasing للسالينيتي، بيحصل عندي increasing في السالينيتي، يبدا عندي نسبه الاملاح تبقى عاليه، ما اقدرش ان انا اخد النيوترينتس اللي انا محتاجها للبلانت، فيعمل لي unhealth بلانت، يخلي عندي البلانت دي بلانت تعبانه. وهو يقول لك ايه؟ الحاجه اللي تزيد عن حدها تنقلب ضدها. يبقى سيادتك معايا كده هتكتب له ايه؟ هتقول له والله ان انا عندي ان الموست اوف ووتر عندي ماله كونتين، ماله سولت. ماله بقى السولت ده؟ بيحصل له سيب ان سويل. حلو الكلام؟ بيبدا السويل تمتصه. جميل. البلانت كونسيوم، بتاخد من السولت ده small amount of salt which leading يحصل له عملية اسمها accumulation للسولت which leading لإيه بقى؟ حاجة اسمها salinization. اللي هي increasing للسالينيتي. يحصل ايه عندي؟ يحصل increasing للسالينيتي عندي. حلو؟ خش على اللي بعده. تعالى معايا كده في السؤال اللي بعده، بيقول لك use the no-till farming technique. ايه النو-till farming ده؟ ده حضرتك الزراعة بدون حرث. حلو؟ ايه الزراعة بدون حرث دي حضرتك؟ ده تكنيك حديث بيساعدني على 4 حاجات.
ايه الاربع حاجات؟ اول حاجه بيساعدني على امبروفنج الاستراكشر او يحمي الاستراكشر بتاعت السويل. حلو، يبقى اول حاجه يعمل مينتيننج للسويل استراكشر. طب تاني حاجه قال لك بيساعد على انه يحمي السويل دي انه يحصل لها ايروجن، يحصل لها تآكل. خلاص، طب ايه كمان؟ قال لحضرتك ان انا عندي رقم 3 ده بيعلي او بروفايد خلاص الايه يا معلم، او امبروف المويستشر ليفل ان سويل، اللي هي ايه؟ اللي هي حضرتك عندي الرطوبه، مستوى الرطوبه في الميه، وده خلي بالك بيساعد جدا البلانت ان هي تعمل لها جروس هيلث. رابع حاجه عندك ان هي بتساعد البلانت ان هي تعمل حاجه اسمها فيرتيليتي او فور لونج تايم، ان هي يكون متوفر فيها نيوترينتس، يتوفر فيها نيوترينتس لمدى بعيد، النيوترينتس اللي موجوده عندك ما تخلصش. زي حضرتك من ضمن الحاجات برضو اللي بنستعملها ولسه هنتكلم عنها اللي هي ايه؟ طريقه الروتيشن كروبس، ان انا عندي الروتيشن فورمنج عندي ده بيساعدني ان يبقى عندي فيرتيليتي. ليه؟ انا لو فضلت ازرع طماطم كل مره هتلاقي عندي مره في الثانيه في الثالثه ما اقدرش ان انا ازرع حاجه ثانيه، او ما اقدرش ان انا يحصل عندي كروبس. ليه؟ عشان خاطر النيوترينتس اللي موجوده خلصت. يبقى بالتالي عندي لما اجي اتكلم على النوتل فارمنج ده بيفيدني في اربع حاجات. اول حاجه حضرتك انه بيعمل مينتيننج للسويل ستراكشر. طيب ايه كمان؟ قال لك تاني حاجه بعد المينتيننج سويل ستراكشر بيحميني prevent the soil from erosion. خلاص، او decreasing soil erosion. طب رقم 3 عندك كمان قلت لك ايه؟ بيقول لك improving اللي هي يا معلم المويستشر ليفل ان سويل. طيب رابع حاجه عندك بيقول لك ايه؟ اكتبها فين كل مره؟ ماشي، بيقول لك هنا، اكتبها لك هنا. رابع حاجه عند سيادتك بيقول لك ان انا عندي ايه؟ قال لك ان هو بيعمل عندي fertility for long time. fertility لمين؟ للسويل. يبقى كده النوتل فارمنج عندي بيفيدني في اربع حاجات. اول حاجه ايه؟ مينتيننج الاستراكشر، ديكريزنج الايروجن، جدع امبروفنج المويستشر ليفل. رابع حاجه انه يعمل فيرتيليتي للسويل. يلا بينا في السؤال اللي بعده. قال لك بص يا سيدي، انا عندي دلوقتي الصوره دي، ماشي؟ الصوره دي عندي ايه؟ عندي 2 بلانتس، واحده ما شاء الله عليها الروتس بتاعتها فاهم يعني خلاص قربت تنزل لما من السبوره، وواحده تانية يعني فاهم تعبان، منظرها تعبان. بص كده الروتس بتاعتها عامله ازاي، وبص على الروتس التانية تحس فاهم واقفه كده بلانت متغذيه، فاهم انت ازاي؟ الدنيا جميله معاها. انما الروتس دي بص حتى الدنيا بتاعتها عامله بايظه خالص. طيب بيقول لك انا عندي سامبل اكس وسامبل واي. طيب سامبل اكس وسامبل واي، تعالى بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي 2 different of soil. عايز يعرف ال 2 different of soil sample دول مالهم؟ one of them is compacted soil and the other is not. يعني في واحده من دول مزروعه في compacted soil وواحده تانية لا. عايز يعرف انهي واحده من دول هي الكومباكتد 1 واشرح له. طيب تعالى يا عم نشوف انهي واحده من دول مين هي الكومباكتد ومين لا. انا لسه قايل لك ان السامبل واي مالها راجل مظبوط، راجل كده صدغ متغذي، انما التاني الاكس عندي الروت بتاعتها ضعيفه وبايظه خالص، بلس ان هي مالها شورت. انا عندي دي بص عامله ازاي ودي بص عامله ازاي. طيب متهيأ لك كده ان السويل الكومباكتد لو تفتكر معايا ان هي كانت بتطلع ان هيلث بلانت، كانت بتطلع ان هيلث بلانت وتطلع ان هيلث او بورلي كروبس، صح؟ ليه؟ عشان خاطر هي ما كانتش بتقدر ان هي تاخد النيوترينتس والووتر بتاعها. كنت قايل لك لو تفتكر ان بيتكون عندها طبقه متحجره تحت الايه؟ تحت السويل، فبالتالي ما بتقدرش ان هي تاخد الغذاء بتاعها سواء ووتر او نيوترينتس، عشان كان بيبقى عندي بيتريفايد لاير كانت بتتكون في السويل دي. السامبل اكس دي هي اللي موجوده في كومباكتد سويل. ليه؟ عشان خاطر
دي بالنسبه لي unhealthy plant وعندها short roots. صعبه؟ يلا بينا على اللي بعده. تعالى معايا نخش نشوف السؤال ده بيقول ايه. بيقول لك ايه؟ What are the consequences of the following phenomena or practice؟ عايز يعرف ايه تأثير او الافكت بتاع كل واحدة من اللي جاية دي. قال لك بص يا سيدي، اول واحدة بيقول لي ايه؟ اول واحدة عندك بيقول لك the soil compaction. انا قعدت اهري معاك كتير وحكيت معاك كتير في السويل كومباكشن، سمعهم لي. جدع، هما كانوا حاجتين. كان عندك بيمنعك او بيعمل لك difficult to obtain ايه؟ الووتر، صح؟ والاير والنيوترينز. طب ليه؟ عشان خاطر لما كان الهيفي ماشين او ان انا اجريكالتشر ماشين كانت بتخش على السويل عندي بتعمل لها كومباكتد، كان بيتكون عندي حاجه اسمها هارد بيتريفايد لاير، طبقه صلبه تحت السويل، كانت بتمنع ان البلانت يوصل له النيوترينتس اللي محتاجها او الووتر او حتى الاير. حلو الكلام؟ تعال خش على اللي بعده. بيقول لك ان انا عندي، وقبل ما نخش على اللي بعده عايز اقول لك على حاجه بالمناسبه، ان الكومباكشن عندي للسويل بيخلي البور سبيس كمان مالها. البور سبيس، البورز ما بين اللي هي الفراغات اللي كانت بيخش فيها الووتر او بيخش من خلالها الهواء، ان هي بتضيق، ان السبيسز دي بيحصل لها ديكريزنج، فبالتالي بتمنع اصلا مرور الهواء والووتر فيها. والله حلو، ممكن نكتبها، يلا بينا. يقول لك ان انا عندي هنا كمان ممكن ازود له كمان، اقول له ان انا هيحصل عندي decreasing للبور سبيس. خلاص؟ فتعمل لي ايه؟ اللي هي اللي فوق دي، تمنع مرور الووتر والهواء. طب خش على اللي بعده كده. بيقول لك ايه اللي بعده عندي؟ بيقول لك ان fluid irrigation of the soil. fluid irrigation of the soil ادي اول واحده. repeated irrigation of the soil over time ادي كده تاني واحده، اللي هو ان انا عملت fluid irrigation، خلاص، اللي هي الري بالغمر لو تفتكر، خلاص. والريبيتد ان انا قعدت اكرر العمليه دي اكتر من مره للسويل. والجراوند ووتر containing salts is transported to the soil surface by capillary action. عندي حاجه اسمها capillary action، ودي فينومينا ان انا بتكلم فيها ايه؟ حاجه شبه بالظبط كده الاوزموتيك بريشر والاوزموزس. خلاص، ان انا عندي ان السويل بتبدا تمتص الايه؟ السولتس عن طريق الفينومينا دي. طيب ايه الكلام ده افكت عليه ايه؟ لو تفتكر احنا لسه مجاوبين الكلام ده برضو في الاسئله اللي فاتت، وقلت لك ان انا بيحصل عندي حاجه اسمها سالينايزيشن، اللي هي يحصل عندي انكريزنج في السولت او السالينيتي. طيب دي كانت بترجع ليه؟ كانت بترجع لان انا كان عندي بيحصل حاجه اسمها سيب، خلاص، للسولتس اللي جاي من الووتر، وكان عندي ان البلانت كان بيعمل ايه؟ نقدر نقول consume small amount of salt. باقي السولت اللي عندي بيبدأ يتراكم ويحصل له عملية اسمها سالينايزيشن، او يحصل للسويل حاجة اسمها سالينايزيشن، اللي هي ان انا عندي increasing في السالينيتي، وده هيأثر على البلانت. طب خش على اللي بعده. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انا عندي حاجه اسمها the industrial waste drainage. طيب بص يا سيدي بقى، اسمع مني الحته دي. اول ما يقول لك industrial waste، هو هنا بيتكلم عن حاجه اسمها الهيفي ميتال. بيتكلم عن حاجه اسمها ايه؟ هيفي ميتالز، اللي هي الليد والميركوري. خلاص، ان انا هنا عندي بيكلمني اول ما يقول لي اندستريال ويست، المخلفات المصنعه، ده بيتكلم عن increasing في
الهيفي ميتال يحصل عندي انكريزنج للهيفي ميتال. خلاص، زي مين؟ اللي هم العنصرين الاساسيين عندي، اللي هو الرصاص، الليد، والزئبق، الميركوري. خلاص، دول يعملوا لي ايه؟ يعملوا لي حاجه اسمها، خلي بالك، يحصل عندي توكسيستي للسويل، اللي هي هتنتج عن، او اللي هي تليد تو توكسيستي في البلانت. فلما سيادتك تيجي تاكل البلانت ده، او حيوان يجي ياكل البلانت ده، يحصل ايه؟ يحصل ليك بويزن، يحصل عندي بويزن، ان حضرتك تتسمم او الحيوان يتسمم. في مشكله؟ تعالى على اللي بعده، خلي بالك ما تنساش الحته دي عشان ممكن تقابلنا تاني. بيقول لك عندي contamination of agriculture soil with gasoline liquid in area surrounding oil refines. بص يا سيدي بقى، اسمع مني الحته دي. زي ما قلت لك في الاندستريال ويست انا بتكلم عن الهيفي ميتال، يعني الليد والميركوري. لما اجي اقول لك جازولين، اويل ريفاينر، حلو، او جيت قلت لك عندي بتروكيميكال، زودها. لو جيت قلت لك عندي بتروكيميكال، انا هنا بتكلم ريزنج للريسك في الكانسر. ليدنج لايه؟ للكانسر. leading to increase risk في كانسر، ان يحصل عندي سرطانات. يبقى تاني، لو انا جيت قلت لك اندستريال ويست، يبقى انا بتكلم عن انكريزنج للهيفي ميتال زي الليد وزي الميركوري، وده بيحصل بعد كده ان انا يليد ان يحصل توكسيستي للبلانت، فبالتالي لما حضرتك تاكله ان حضرتك ايه؟ تتسمم. طيب، لكن لو جيت قلت لك جازولين، اويل ريفاينر، قلت لك ان انا عندي بتروكيميكال، انا بتكلم هنا عن الكانسر، بتكلم عن الكانسر. طب تعالى على اللي بعده كده نشوف بيقول ايه. تعالى معايا بقى في السؤال اللي بعده، بيقول لك ايه؟ بص، بيقول لك explain how industrial activity can negatively affect soil quality, provide practical exam to support your answer. بص يا سيدي، هو الراجل هنا بيسالك ايه؟ بيقول لك والله ازاي الاندستريال اكتيفيتي دي بتافكت على الايه؟ الدنيا عندي، او الانفايرمنت والكواليتي بتاعت السويل والجروس بتاعها. طيب بص يا سيدي، مبدئيا كده انا اتكلمت معاك على حاجتين من شويه، اللي هي الاويل ريفاينر، وكلمتك على الاندستريال ويست. تعال نراجعهم مع بعض كده، وفي واحده ثالثه هقولها لك وهشرحها لك بالتفصيل قوي في السؤال اللي بعده، بس خلينا في السؤال ده الاول. بص يا سيدي، مبدئيا كده اول حاجه هتقولهم لي احنا لسه قايلينهم. اول حاجه عندك الاندستريال ويست، ماشي؟ مالها؟ اندستريال ويست دي بتعمل انكريزنج لمين؟ جدع، للهيفي مينرالز. خلاص، زي مين ومين؟ قال لك زي الليد، الرصاص، والميركوري. تمام؟ طيب، وتاني واحده اتكلمنا عنها شبه الجازولين، وعندك مين تاني؟ الاويل ريفاينر. تمام؟ وعندك اللي هو مين؟ البتروكيميكال. دول بيعملوا ايه؟ increasing للتوكسيستي. خلاص، تحديدا عشان نتكلم increasing للكانسر. خلاص، دول التوكسيستي. خلاص، وده توكسيستي برضو، بس ايه؟ بيديني كانسر، بيليد لانكريزنج الليفل اوف كانسر. طب تالت حاجه بقى عندي دي اللي انا كنت سايبها لك، بالمناسبه ايه؟ هنعملها فين؟ هنعملها هنا، بس هنمسحها عشان اشرحها لك بالتفصيل الممل بقى. بص يا سيدي، عندك تالت حاجه هنا اللي هي مين؟ الكيميكال فيرتلايزرز. دي بالمناسبه برضو من الايه؟ الاندستريال اكتيفيتي، ان انا بستعمل النيتروجين البيت فيرتلايزرز. دي بتأدي عندي الحاجتين اللي هما البلو بيبي سيندروم
تمام، وتعدي عندي لان الاندر جراوند ووتر يبقى ايه؟ اندرينكابل. يقول لك why the excessive use of pesticides and chemical fertilizers harmful to the soil. بص يا سيدي، ليه انا بستعمل الكيميكال فيرتلايزرز اللي هي الاسمده الكيماويه؟ مبدئيا انت بتستعملها عشان تنكريز الكروب. طب ايه ضررها على التربه؟ بص يا سيدي، انا عايزك تفهم حاجه. زي ما قلت لك على الاندستريال ويست وعلمتها لك، وزي ما قلت لك على البتروكيميكال والاويل ريفاينر والجازولين، لما يجي يقول لك كيميكال فيرتلايزر هو هنا بيكلمك عن النيتروجين فيرتلايزرز. خلاص؟ مالها بقى النيتروجين فيرتلايزرز دي؟ قال لك دي مصيبه كبيره. ليه يا معلم؟ قال لك بص، النيتروجين فيرتلايزرز لما باجي بستعملها بيحصل عندي حاجه اسمها نايتريت سيب. يحصل عندي حاجه اسمها نايتريت سيب، ان هي تبدا تترسب النيتريت في السويل. حلو الكلام؟ طيب ده مشكلته بقى في ايه؟ قال لك مشكلته ان لما يبدا تنزل مطر عليها، خلاص، او رينفول توصل عندي للايه؟ للجراوند ووتر. طب وايه المشكله في الكلام ده؟ قال لك لا، دي مشكله كبيره قوي حضرتك. ليه؟ عشان لو وصلت للجراوند ووتر هيبقى يؤدي ليه، هيليد تو ان الجراوند ووتر عندي دي تبقى اندرينكابل، يعني ما بتتشربش. لو شربتها حضرتك تموت. يبقى بالتالي ان هي توصل عندي تخلي الجراوند ووتر او الاندر جراوند ووتر مالها اندرينكابل. بس كده؟ قال لك لا، اسكت. قمت مديله قال لك كمان النيتروجين فيرتلايزرز دي بتعمل لي حاجه، يعني لو جت واحده حامل وكلت من النبات اللي مستعمل فيه نيتروجين فيرتلايزر او اسمده فيها نيتروجينز، يحصل ليها ان الجنين بتاعها يحصل له حاجه اسمها بلو بيبي سيندروم، ان يطلع المولود او الجنين ازرق، يبقى لونه مزرق. دي حاجه كبيره قوي، خلي بالك، حاجه مش حلوه. تخيل كده تتولد ازرق، حاجه هنيله يعني. طيب يبقى انا عندي كده بتعمل لي 1 2. ازاي اقدر ان انا اقلل الضرر بتاعها؟ قال لحضرتك ان انت تعمل اورجانيك فارم، ان انا اعمل اورجانيك فارمنج، ان انا استعمل اسمده طبيعيه. خش على اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ بيقول لك suggest one agriculture practice that can be used to protect the soil from degradation. يعني ايه degradation؟ يعني تدهور السويل. جميل. هو بيقول لك انا عايزك تقول لي واحده بس من اللي احنا نقدر نعملهم في الزراعه نحافظ بيها على السويل من ان هي تتدهور، ان هي ما تتدهورش يعني. طيب دي تقدر تعتبرها تكمله للسؤال اللي فوق اللي من شويه كنا قايلين ازاي نقدر نقلل الهارمفول بتاع النيتروجينز فيرتلايزرز. حلو الكلام؟ ركز بقى معايا وشوف احنا ممكن نعمل ايه. قال لك احنا ممكن نعمل حاجه من الاربع حاجات او الاربع حاجات. بص يا سيدي، قال لك اول حاجه اللي انا لسه كنت قايلها لك، بنعمل حاجه اسمها اورجانيك فارمنج، ان انا ابدا استعمل اورجانيك فيرتلايزرز اصلا. طيب ايه تاني؟ قال لك ان انا اعمل حاجه اسمها نو تيل فارمنج، وده تكنيك يعتبر تكنيك حديث في الزراعه. ايه كمان؟ قال لك نعمل حاجه اسمها روتيشن للكروبس. يعني ايه؟ يعني لو تفتكر من شويه كنت قايل لك لو انت عندك واحد صاحبك فلاح وده مريح دماغه، يجي دلوقتي بيزرع الارض بتاعته، لو فضل يزرع فيها طماطم هيجي بعد كده عند الزرعه الثالثه مش هيلاقي حاجه، مش هتتزرع اصلا. ليه؟ عشان النيوترينتس اللي موجوده خلصت. طب ايه كمان؟ قال لك عندي حاجه اسمها ان انا ازرع حاجه اسمها فيجيتيشن كفر، بيساعد على ان التربه عندي ما يحصلهاش ايروجن ويحميها
فبالتالي تكمل معايا. يبقى انا الاربعه اللي عندي دول بيساعدوني ان انا ابروتكت السويل من الديجريديشن. خش على اللي بعده، بيقول لك ايه؟ show two from the ways of soil conservation. soil conservation دي هي اللي احنا لسه قايلينها فوق، هي اللي احنا لسه قايلينها، الاربعه اللي انا لسه قايل لك عليهم: الاورجانيك فارمنج، نو تيل فارمنج، روتيشن كروبس، بلانتنج فيجيتيشن كفر. كده نبقى احنا خلصنا ويك 10 على خير. هنزل لك ويك 11 ويك 12 ويك 13 واشتغل معايا ودلع الكلام. وما تنساش تشترك في قناه التليجرام اللي انا حاططها لك تحت، هسيب لك فيها الاثنين دول لو هم مش معاك، تبدا تراجع معايا واحده واحده كده وتستعد معايا للمراجعه اللي انا عاملها لك. انا عارف ان انت طالب مزنوق وغلبان والدنيا دايسه على وشك، بس ما تقلقش، معايا هتلاقي الدنيا بسيطه خالص، وهديك الزتونه بتاعت المنهج كله، وعامل لك مفاجاه في المراجعه اللي جايه دي. ما تنساش تتابع، واشوفك المره الجايه. سلام.